السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجياسكا. يبدو أنها نهاية الموسم قبل بدايته للحارس المرمى الخلوق، يعني اللي كانت ربما أحسن صفقة في شبيبة قبائل وغاية مرباح اليوم، مع تدخلات الخشنة لاتحاد بسكرة، لاعبي اتحاد بسكرة منذ بداية المباراة، والتي توقفت في الدقيقة 33 بسبب سقوط غاية مرباح. وقال لك راهو تقاس في رجله اليسرى. لايك الساعة الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. هدأ كبير ربما من لاعبي، وأيضا بن شيخة، تأثر كبير من بن شيخة. يعني صراحة هي مكاتب ربي سبحانه، ولكن الله اللاعب ما يستاهل. حارس مرمى ان شاء الله، قلنا ان شاء الله يعني لا بليسير هادو ما تاثرش بها بزاف. شاهدوا بن شيخة تاثر كبير هنا. يعني صراحة هنا يبدو أن البكاء جاء، يبدو أن بكاء بن شيخة يعني بكى، يعني راه صراحة يعني. المهم لاعبي بسكرة قال لك أنا بدأوا اللقاء بتدخلات خشنة جدا وسط احتجاج المدرب بن شيخة. الحارس غايا راوغ مهاجم بسكرة بامتياز قبل أن يتدخل عليه مباشرة، ما أدى لتحرك رجله من مكانه وإصابته كسر مزدوج دبل فراكتير. اللاعب لم يتحمل الإصابة وسط تألم وبكاء كبير، وتم نقله على جناح السرعة للمستشفى. قال لك لأن الحارس غاية مرباح ينتهي موسمه. يعني ضربة موجعة لشبيبة قبائل، ضربة موجعة للمدرب، ضربة موجعة للأنصار. حتى ربما كنا معولين على، قلنا أحسن صفقة، ربما كل الأنصار فرحوا بهذه الصفقة ومير صفقة والله. يعني هاي هنا أمامكم الصفحة الرسمية، قالت لكم أني ربما راح نرجع الموضوع هذا وراح يعطيونا المعلومات. قال لك هنا في رجله اليسرى، إن شاء الله يا رب العالمين نتمنى له الشفاء لهذا اللاعب والحارس الخلوق. يعني صراحة ما لقيناش نهضروا، الكل متأثر وهدأ كبير وسط المجموعة والمدربين، وأيضا حتى الأنصار راهم ربما تقريب كلهم متأثرين من إصابة غاية مرباح. ربي يشافيه إن شاء الله، وإن شاء الله خير. لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق. الضربات كي يجيو رمضان. سلام خوتي.